يا إلهي، إنه ميسي، لكن متى جاء إلى هنا وماذا يفعل في هذه المدينة؟ سأذهب وألتقط معه صورة تذكارية. هذه هي ردة الفعل الأولى لكل من يرى شبيه ميسي الشاب رضا برستش وهو يسير في شوارع وحدائق العاصمة طهران. يكفي أن يخرج من منزله ليوقفه المئات من عشاق الساحر ليو لأخذ صورة كانت حلما لكل هؤلاء. منذ 6 أعوام بدت علي ملامح ميسي، ومنذ 7 أشهر طلب والدي أن أنشر صوري عبر الإنترنت بزي الأرجنتين أو برشلونة. كانت ردود الفعل مفاجئة، أينما ذهبت تلقى الكثير من الناس يسلمون علي ويلتقطون الصور معي، وهذا يثبت كم أن لميسي شعبية كبيرة هنا. وبصراحة أنا أشعر بسعادة لا توصف لأن الناس سعداء برؤيتي. بعد أن أخذ صيته بالاتساع وعرفه الجميع كبارا وصغارا شبابا وشابات، يرى رضا نفسه مسؤولا أمام ما سماه بنعمة التشابه مع أفضل لاعبي العالم، وبات يمارس بعض الأعمال الخيرية كعيادة أطفال تعلق قلبهم بميسي. تختزل هذه الابتسامة الصغيرة عشقهم الكبير لليو. أعتقد أن ميسي هو نموذج للنجاح، ويجب أن أكون كذلك أنا أيضا. بأفعالي يمكن أن أؤثر على الكثيرين، خاصة من يعشقون ميسي، وهذا بحد ذاته يمثل طموحا لي يجب أن أطور ذاتي لتحقيقه. يطمح رضا للقاء ميسي. اختلفت حياته كليا، بات مشهورا، وباتت عروض دعاية وكذلك التمثيل وغيرها تقدم له بكثرة، وكثرت أيضا الطرف والصدف، وبات يخشى من أي تصرف قد يسيء له وللمشبه به الساحر ميسي. أذكر عندما سجل ميسي هدفه في إيران في الدقيقة 90 بكأس العالم، اتصل والدي وقال لا تأتي للمنزل. كان منزعجا لخسارة منتخبنا على يديه. وأفضل ذكرى عندما التقيت بتشافي عندما أتى مع فريق السد، قال لي أنت ميسي إيران، وبعد أن تحدثنا قليلا أهداني قميصه. بسبب هذا الشاب باتت المسافة بين طهران وبرشلونة قصيرة للغاية، خاصة لملايين الإيرانيين الذين يحلمون برؤية ساحر البارسا ليونيل ميسي. عبد العزيز اليوسفيان سبورتس. اترك تعليقا ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.